استاذ الكبير عزت العليلي. استاذ عزت. في عزت تاني غيرك؟ مفيش عزت تاني غيرك. اسمعي. بسم الله الرحمن الرحيم. من حسن الحظ اولا احييك واشكرك وتحيه للمجلس. من حسن الحظ ان البرلمان انشئ عام 1866 مع اول حركه مسرحيه في مصر، يعني 150 سنه فن كما يتوافق مع البرلمان 1866. نحن نملك سينما من 117 سنه، أي نملك فن من 1896 حتى الآن. إذا رجعنا إلى مقولة ويل ديورانت الذي يقول أن الدولة المتحضرة المتمدنة تتكون من 4 عناصر: موارد اقتصادية، زائد نظم سياسية، زائد تقاليد اجتماعية وخلقية، زائد فنون وآداب. طبعا موارد اقتصادية كلنا نعلم ما نحن عليه. النظام السياسي طبعا لازلنا نتحرك، مفيش مانع. التقاليد الاجتماعية والخلقية، سيادتك ترى ما يحدث في الشارع النهارده شيء مهول جدا. هذه ليست مصر ابدا. انا نزلت نص البلد امبارح او اول امبارح، شيء مفزع. لا 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 لا، الكلام ده مش معانا. لاحظ اننا وطنيين وبنعمل عمل وطني. يعني انتوا وطنيين وانا ابن كلب؟ يعني اعرض نفسي للتهلكه وانتوا تاخدوا نياشين؟ احنا لسه خدنا حاجه، بكره هتاخدوا كله ان شاء الله. هذه الفوضى التي تحدث في الشارع تنعكس على الاخلاق، تنعكس على المجتمع، تنعكس على المجتمع اللي جاي. قطعا هذه ال3 عناصر تنعكس على المادة الرابعة، الفنون والآداب، التي هي تحرك المجتمع. للأسف الشديد سوف نرى فنونا وآداب نخجل منها في المستقبل، وستكون لطائفة معينة. عدم المؤاخذه للساده المشاهدين وانا بتكلم جد، ارجوكوا اللي عنده عيل صغير ما يتفرجش على ال5 دقايق اللي انا ال3 دقايق اللي انا هقولهم، وارجو ان الجميع يسامحني. ابدا. رمضان شخر في الفيلم. الاستاذ عزت العليلي عملها في فيلم اسكندريه ليه اخراج العالمي استاذ يوسف شاهين. ليه ما سمعناش ده؟ غلط. الاستاذ خالد النبوي عملها في فيلم الديلر، الاستاذ احمد زكي عملها في فيلم حسن اللول بالظبط. ليه ما سمعناش ده؟ يعني ليه انا راجل في البرنامج يا عم. ما انا